حبايبي الحلوين، هنعمل النهاردة أكلة سهلة ما توقفناش في المطبخ كتير علشان الجو اللي احنا فيه ده، وكمان مش هتعمل مواعين كتيرة. مندي الفراخ بطريقة سهلة جدا، أول ما هتشوفيه هتقومي تعمليه. هنسمي الله ونصلي على الحبيب. حل على النار، هننزل بمعلقة سمنة ومعانا 3 معالق زيت. والحلة تكون سخنة. معانا بصلة، هننزل بالبصلة شرايح، ومعانا ليمونة، ومعانا ورق لورو، حبهان، عود قرفة. وهنقلب كل ده مع بعضه لغاية لما البصلة تبدأ تشم ريحتها. أول ما تبدأي تشم ريحتها وتدبل، هننزل بالتوابل دي: كركم، كاري، بابريكا، فلفل أسود، ورشة قرنفل بسيطة خالص. تمام. نقلب كل ده مع بعضه، وأول ما البصلة تدبل هننزل بفص توم واحد بس ياخد تشويحة مع كل البهارات اللي احنا حطيناها. وهننزل بالفراخ. أنا حطيت 4 توراك، عايزين تجيبوا الفرخة وتقسموها يبقى تمام التمام، بس نقسم الفرخة ل10 قطع. أول ما نشوحهم كده هنقلبهم على وشهم لغاية لما ياخدوا اللون الذهبي. تمام. ونرجع نقلبهم تاني. لازم اللون الذهبي ده نصدم الفرخة، ولازم تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه، ونشكشكها علشان اللي جوه يستوي بسرعة. هننزل بقى على اللي وراك معانا، هننزل بمية سخنة نغطيها ونسيبها نص ساعة تاخد السوا بتاعها. تمام. بعد ما أخدت السوا بتاعها، رشة ملح خفيفة، ونشكشك الفراخ تاني علشان الملح يدخل جوه حتة الفرخة. بعد ما الفراخ خلاص استوت، نجيب صينية هنحط عليها ورق فويل، وبعد كده هنكون غاسلين نص كيلو رز بسمتي ونقعينه 3 دقايق وبس. هنزود المية ونظبط كده الملح بتاعنا، والملح كان كافي جدا. وخلي بالكم كوباية الرز البسمتي عليها 2 كوباية مية. كان عندي لون أحمر، حبيت أحط عليه حبة زيت، وندهن بقى الفرخة وندخلها على الشواية. ناخد بقية اللون الأحمر ونحط عليه حبة مية دافيين، ونقلب بقى من فوق كده. هنحطهم بالطريقة دي علشان يدينا اللون الأحمر والأصفر في الرز البسمتي بتاعنا. تمام. بعد ما عملنا الحركة دي هنجيب بقى ونسيبيه يستوى، وكده الأكلة بتاعتنا خلصت. ما أخدتش ساعة على النار، وكمان خلصت بسرعة وتتاكل أكل. جربوها هتدعولي. الرز مفلفل، ما كملتش معانا زي ما قلت لكم ساعة على النار، والرز طالع مفلفل وريحته تهبل، وكمان الفراخ بتاعتنا لونها روعة. عندك عزومة عايزة تغيري في الأكل، الجو حر، اعملي مندي الفراخ بالطريقة دي وادعيلي. وما تنسينيش في اللايك والشير والتعليق.